صباح الخير. يوم جميل. حبيت نفتح عينينا على الجمال ده ونتكلم مع بعض في موضوع. والله انا مش عارفه هو هيعجبك ولا لا، بس انا يعني دي حاجه لفتت نظري وانا لازم كنت اتكلم فيها. وبصراحه حاجه احيانا لا تعني ليا شيء، واحيانا بتبقى بتتقال بطريقه فيها شكل من اشكال الاستفزاز، فما بلاش منه يعني. احيانا كده انا في مشروعي ابص الاقي واحده وهي بتطلب الاكل بتاعها تقول لي كلمه ايه: على فكره انا بعرف اطبخ كويس. اولا، هو انت كل مكان بتتصلي بيه تطلبي منه اكل بتقولي له الكلام ده؟ يعني اعتقد ان انت كده بتضيعي وقت كتير قوي عشان تقولي الكلمه دي. وايه هدفك منها؟ طيب هو احنا كده خلينا بس نتكلم في مفهوم الناس اللي بتطلب اكل من بره ونظرتنا ليهم ايه، وهل فيها مشكله ولا لا. هو ليه الناس اصلا بتطلب اكل من بره ما بتعملوش في البيت؟ ايه الاسباب؟ من ضمن الاسباب انا تعبانه ومش قادره وعايزه اشتري اكل، لان مجهود الطبخ والحاجات دي هيبقى صعب عليا شويه، فعايزه اجيب اكل من بره. ده سبب. اعتقد السبب ده لا يعيبني ولا يقلل مني. طيب، سبب تاني: عندي مشاوير مهمة جدا 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 ولازم تتعمل في وقت هيمنعني ان انا اعمل اكل او الكلام ده. اظن يعني عادي جدا ان انا ابقى محتاجة مساعدة في موقف زي ده. طيب ايه تاني؟ عندي اطفال، وبصراحة كده مسؤولية الاطفال بقت كبيرة عليا جدا جدا جدا، لدرجة ان انا مش قادرة ان انا ابقى بتابعهم واشوف مذاكرة ده وراعي ده واغير لده واحمي ده واعمل كده، وكمان في نفس الوقت ابقى في اكل على النار والكلام ده كله. اظن ده سبب يحترم جدا جدا. انا واحدة بشتغل، وبصراحة كده برجع من شغلي تعبانة جدا 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 جدا، لدرجة ان انا ما بقدرش وما بلحقش اعمل اكل. هل ده يعيبني؟ طيب ايه تاني؟ انا بعرف اطبخ كويس جدا، بس بصراحة ما بحبش وقفة المطبخ. احب اعمل اي حاجة في البيت، ممكن اغسل الطباق، ممكن مش عارف اعمل ايه، ممكن اروق البيت وانظمه وارتب الدواليب، لكن الطبيخ ده رغم اني بعرف اعمله بس تقيل على قلبي. يعيبني في حاجة؟ لا خالص. طب ايه اسباب تاني ممكن تخليني؟ انا ما بعرفش اطبخ. ما بعرفش اطبخ، الطبيخ تقيل على قلبي، ما بعرفش ومش حابة اتعلم. انا حرة. طيب ايه تاني؟ انا بعرف اطبخ بس في اكلات مش بتظبط معايا، اكلات بتطلع تحفة ورهيبة واللي بيدوقها ما بينساهاش، واكلات تانية لا، يعني بصراحة ما بعرفش اظبطها، يمكن عشان ما بعملهاش كتير. طيب تمام. كل اللي احنا قلناه ده بقى هل يعيب حضرتك في حاجة او يقلل منك او يأثر على صورتك في وسط الناس او يضايق حد منك؟ لا خالص على الاطلاق، انت حرة وكل الاسباب دي تحترم. عيانة، مرهقة، تعبانة، ما عندكيش وقت، الكلام ده كله كلها اسباب يعني تحترم ومفيش جدال فيها. اصل يعني مش طبيعي ان واحدة مثلا زي اللي بتشتغل تبقى مطحونة في الشغل وشايلة مسؤولية كبيرة، وكمان نطلب منها ان انتي لازم تشيلي مسؤولية البيت من كله، تنظيف وي وي والكلام ده كله، وتقومي بكل الادوار. لا طبيعي لازم تكون هي محتاجة نوع من انواع المساعدة، فالحاجة اللي ينفع حد يساعدها فيها وليه لا. طيب، من الناحية الدينية انا عملت ابحاث، يعني أنا في كل آية في القرآن كنت بدور فيها على إن هل في حاجة في الدين بتقول إن اللي مش بتعرف تطبخ مش هتدخل الجنة؟ هيجي ده من ضمن أعمالها اللي ربنا هيقولها لا أنت ما كنتيش بتعرفي تطبخي، لا اتفضلي ارجعي، أنت الجنة مش مكانك. أو أنت كنتي بتعرفي تطبخي بس ما كنتيش بتطبخي لأهل بيتك، ارجعي الجنة مش في مكانك، مش مكانك. لا الكلام ده مش حقيقي يا جماعة خالص. ومفيش حاجة آية قرآنية بتقول إن الست اللي ما بتطبخش أو اللي ما بتعرفش تطبخ في عليها أي لوم أو مساءلة من الناحية الدينية.
انت هتسألي دينيا على حاجات تانية خالص 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 غير الطبيخ وشغل البيت والكلام ده كله. كأنثى ده يعيبك في حاجة؟ لا. ليه؟ ما انا ممكن اكون انا مش عايزة ادخل المطبخ لان انا عايزة اهتم بنفسي اكتر، عايزة اوفر الوقت ده، انا عايزة اشتري اكل من بره عشان انا ناوية اهتم بنفسي اكتر، اعتني بنفسي اكتر. ده برضو ما يعيبنيش على فكرة، كلها اسباب تحترم، ولا تأثر عليكي قدام ربنا ولا تأثر عليكي وعلى صورتك كأنثى. طب ايه اللي بيحصل بقى معانا؟ انا بلاقي حاجات غريبة. الاقي واحدة تقول لي على فكرة انا بعرف اطبخ كويس زي ما قلت لكم كده في اول فيديو. طب حضرتك بتقولي لي المعلومة دي ليه؟ على فكرة انا حابة اقول لك انا كصاحبة مشروع او كصاحبة مطعم او كصاحبة كيتشن، انا لا تعنيني الكلمة دي في اي حاجة خالص. يعني انا حضرتك مش فارق معايا حضرتك بتعرفي تطبخي ولا ما بتعرفيش تطبخي. فخدي بالك من النقطة دي وانتي بتقوليها لي، هي مش معلومة ذو أهمية على الإطلاق. طيب أنا يهمني إيه؟ وهقولها في فيديوهات كتير جاية كمان. يهمني حضرتك عايزة تاكلي إيه؟ يهمني حضرتك محتاجة منه كميات قد إيه؟ يهمني حضرتك عايزة تستلميه يوم إيه الساعة كام؟ وهل الحاجة اللي حضرتك طالباها دي سهل إن أنا أوفرها لك في اليوم ده والوقت ده ولا لأ؟ هو ده اللي يهمني. لكن انا لا يعنيني تماما حضرتك بتعرفي تطبخي ولا لا. المعلومة دي حضرتك تقوليها ومش تقوليها لي كمان لما نكون انا وانتي داخلين مسابقة طبخ، بتقوليها لجنة التحكيم ومش بتقوليها لهم بالكلام، بتقوليها لهم فعليا. يعني اللي ناوية اللي بتنظر عليا وبتقولي انا بعرف اطبخ، لا يا حبيبتي وريني طبخك اللي انتي بتقولي بتعرفي تطبخيه، الطبخ الحلو اللي ما حصلش ده ما تقوليهوليش، دوقيني بقى. يعني انا عايزه ادوق الطبخ اللي ما حصلش ده. انت بتقولي لي المعلومه دي ليه؟ احنا مش داخلين مسابقه مع بعض عشان خاطر تقولي لي المعلومه دي. خشي في المفيد، قولي لي ايه الحاجه اللي انت عايزاها وعايزاها تتعمل بشكل ايه، ملحك ايه، بهاراتك ايه، كمياتك ايه، اصنافك ايه. اديني المعلومه اللي انت تستفيدي منها. بلاش تضيعي وقتك في معلومة، المعلومة دي لا هتفيدك ولا هتفيدني أنا في حاجة ولا هتخليني أبدع ولا أعمل لك حاجة واو ما حصلتش لو أنت متوقعة ده. وعلى فكرة اللي بتدخل بكونسبت التنظير وإن أنا بعرف أطبخ ومفيش حد بيعرف يطبخ زي دي مش تارجت كاستمر بالنسبة لي. ده مش عميل أنا أهتم أو أنا ببقى مبسوطة إن أنا بتعامل معاه. دي واحدة مهما عملت لها هي شايفة إنها بتعمل أحسن. لا معلش احب اقولك بقى العميله اللي ما بتعرفش تطبخ هي التارجت بتاعي، واللي ما بتحبش تطبخ هي التارجت بتاعي مش انتي. لا انا عايزه العميله اللي هي هتدوق الحاجه وتبقى مهتمه بالطعم، مش مهتمه مين عمل احسن من مين. هي مهتمه انها بتاخد حاجه بالجوده اللي هي عايزاها، بالطعم اللي هي عايزاه، بالشكل اللي هي عايزاه، بالقيمه اللي هي تقدر عليها فقط لا غير. لكن انتي بقى داخله تقولي المعلومه دي من باب ايه؟ من باب الرغي وخلاص. طيب انتي لو وقتك يسمح احب اقولك ان انا وقتي ما يسمحش. انا اي معلومه في غير ان انتي تعرفيني بتحبي تطبخي تاكلي ايه وتعملي ايه ولا ليها اي لازمه في حياتي ولا هتفيدني في الشغل. حضرتك بقى توفري كل المعلومات او كل الحاجات اللي ملهاش لازمه وتدخلي على طول في الموضوع وتقولي لي انتي عايزه ايه. لكن حتة انا بعرف اطبخ كويس قوي دي مسألة نسبية. انت ممكن تكوني بتعرفي تطبخي كويس قوي بالنسبة لأهل بيتك، لكن انت مش بتعرفي تطبخي كويس قوي عامة، وده بعيده تاني مش هيأثر على جودة الأكل في حاجة. لو انت بقى بتقوليها من باب ان انت بتخوني الناس اللي انت بتكلميهم، بقى اللي هو انا بعرف اطبخ كويس يعني ما حدش يعرف يضحك عليا، لا حضرتك المعلومه دي ملهاش دعوه. لو انا ناويه انصب عليكي او اضحك عليكي انا هضحك عليكي حتى لو انت بتعرفي تطبخي. فسيبك من الكلام اللهبل ده ما يتقالش عليه غير كده. لما تكلمي مكان ادخلي في الموضوع على طول، بلاش تتكلمي في حاجات ملهاش اي تلاتة لازمه. ان دلت تدل على نقص اللي بيتكلم، ان هو عنده عقد نفسيه وان هو ناقص وان هو حد بيفكر ان اللي ما بيعرفش يطبخ ده قليل. لا، هو اللي ما بيعرفش يطبخ مش قليل خالص. يا رب تكون كده المعلومة وصلت.
عشان الدنيا تبقى حلوة وجميلة والحياة تبقى جميلة، وبلاش العقد النفسية لو سمحتوا عشان الحياة تمشي، هي مش ناقصة. شكرا.